مسطحات مائية أو قصب البردي، وبيوت عايمة فوق المي، أو ناس طيبة حيل، وطيور متنوعة أو مواشي. من ذيقار أهوار تشبايش، أنا محمد الشمري، وهذا برنامج رحلة ذيقار. مياه أهوار تشبايش تربط ما بين دجلة والفرات، وتبلغ مساحة الأهوار تقريباً 15,000 كيلومتر مربع، صايرة على شكل برك، كل بركة إلها اسم مثل المناطق، وأبرزها بركة البغدادي اللي هي تكون أنقى مي بالتشبايش. وتتميز أهوار تشبايش عن باقي الأهوار بممراتها المائية الضيقة. من أقدم وسائل النقل بالأهوار هي الطرادة، والطرادة إرث تاريخي سومري. الطرادة والهوري والزعيمة والتشليكة تم إنشائها من قبل السومريين والأكديين والآراميين، وإلى الآن تستخدم لنقل البردي والأغراض، ويقضون بيها كل حاجاتهم. هي الوسيلة الوحيدة للتنقل، ويستخدموها حتى بالأعراس. تخيل الزفة بالأبلام. نريد نشيل غير مكان، هي تنقلنا غراضنا وهذا القصب نقله بهذا البلد. حلو. والحلال لا بالماء، الحلال هو يمشي بالماء. الحلال يمشي بالماء. حلو. تنقل الغراض والفراشات، ما فراشات وهذا البلد. انواع اول شيء الاسماء، اكو بلم نسميه، نعم. واكو مشحوف، واكو بليته، واكو تشليكه. نعم. هاي التشليكه قبل يستخدمونها اجدادنا. نعم. احنا ما لحقنا بيها. اي. يستخدمونها بالقصب. نعم. هي كبيره. يستخدمونها بالاعراس. المنطقة هاي تتميز بطيور معينة ما موجودة بكل المناطق، مثل البرهان والخضيري والرخاوي والزرقي ودجاج المي، وغيرها من الطيور الجميلة. أغلب أهالي الأهوار عايشين على صيد الطيور والأسماك، ويتميزون بالأكلات الطيبة مثل المهروث والمصموط والشوي ومرق السمك، وغيرها من الأكلات اللي تناسب بيئتهم الجميلة. مسحوفنا بر الهاي المعطور يسبق المشي المعطور، شايفين ماخذنا الفرح واليوم صيدتنا. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، كانت رحلة ممتعة وجميلة، وأتمنى الجميع يجربها. أشوفكم بحلقات جديدة من برنامج رحلة ذيقار.